يا جماعة والله الواحد زهق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الواحد زهق وطفح الكلبي من أخطاء المدرب، من أداء اللعيبة اللي تشيل. شوط أول سلبي بسبب المدرب، بسبب الخطة اللي نازل بيها. عك في عك في عك، شغل حاجة يجيب الغياسان كده، حاجة تجيب الغياسان من المدرب ومن اللعيبة. شوط أول خلص، الوحيد اللي بيقدم كرة وحلو بيروح وبيهاجم سيف الجزيرة. كان نفسي يطلع نضاي وننزل نيمار مكانه، ونيمار يلعب باك يمين. وكده كده اسمه ايه ده، الزناري مش بيهاجم فيقفل الجبهة الشمال. المهم ما غيرش، وغير شلبي، تحول نضاي وبقى نجم الماتش. تحول رهيب مع نزول سامسون، وبدأ شيكابالا يشتغل، وبقى يعني شيكابالا بيلعب من الناحية اليمين، وسام اسمه ايه ده نضاي من الناحية الشمال. بقى في شغل. المدرب يعمل ايه؟ يتدخل. طبعا مش هيسيب الماتش كده من غير ما يتدخل. هنطلع شيكابالا، وتعالى يا ناصر منسي نزل دمر الماتش حرفيا. لعيب حرام عليه يلعب كورة، اقسم بالله حرام يلعب كورة. عشان انا يعني انت المدرب بيخلي يبقى الملعب زي ماتش الاهلي كده، تبقى راكب الجيم يجي متدخل هو. يا عم تسيبه ماشي، مش تتدخل انت. غبائك ده لما بيشتغل بنموز بنضيع. خلي الناس ماشي، اللي ماشي خلاص. شيكابالا كان دخل في الجيم في الشوط الثاني وبدأ شغال، ونضاي بيلعب من على الشمال وشغال. يعني نضاي قطع نفسه الشوط الثاني، من أسوأ واحد في الدنيا لأحسن واحد في الماتش. الشوط الثاني عمل شغل رهيب. ايه جزيري يخرب بيت شكلك ده، انت غلبت موديس دي كلها هدف تضيعها. ما هو دي مش حظ، دي عايز حاجة تاني. الكرة بتخبط في العرض، حسام عبد المجيد الكرة هو والشبكة شاطها في العارضة من فوق، وهو تحت العرض. ازاي؟ واقسم بالله لو عايز تعملها ما تعرف. وهو تحت العرض خبطها في العرض ازاي ما تعرفش. دي كله عشان سوء إدارة من الأول، سوء تركيز. زي ما قلت لكم التعادل ده بسبب ماتش الاهلي، اللعيبة داخلة مغرورة مش عارف على ايه. ده انت فاز. وبعدين ايه موتيابا اللي منزله في نص الملعب ده؟ هو ده موتيابا هيلعب؟ انت فاكره بيلعب مع السولية وعلي معلول، لعيبه كبيره في السن، وهيجي يقطع الكوره وينام؟ ده لعيبه جد، والواحد طوله 10 15 مره. ما تهدى يابا، اهدى يابا وركز. كل ماتش وله تشكيله، كل زفت وله لعيبته. قولوا لنا رايكم في المباراه. والزمالك عنده فرصه في التاهل. انا شايف الزمالك كده 80% 80 70%. الزمالك بره